السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادوا حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم يا حي يا قيوم أكرمنا بالجنة. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة سوقا، ولكن ليس كأسواق الدنيا، فبضاعته لا تباع ولا تشترى، ولكنه يعرض فيه ما يشتهيه المؤمن، وكل جمعة يذهب إلى السوق فيأخذ كل ما يشتهيه، لا يدفع ولا يتعب ولا يفاصل ولا يجادل، ويجد مشتهاه في هذا السوق، ويتقابل فيه الأحبة، فهو مجمع ولقاء للأحبة. ترى فيه الصحابة، ترى فيه أحباب الدنيا، ترى فيه أهلك وأبنائك وأخلائك، فهذا السوق مجتمع وملتقى لكل الأحبة، ويزداد جمالا كل من ذهب إلى هذا السوق، لأنه تهب هناك ريح الشمال، وريح الشمال معروفة في الدنيا بأنها ريح الخير التي تجلب المطر وينبت منه الخير في الدنيا، ولذلك سميت بريح الشمال. وهذه الريح ليست كريح الدنيا، لأنهم يتعطرون منها بمسك الجنة وريح الجنة، وتهب عليهم وعلى ثيابهم فتزيدهم جمالا وبهاء، فيعودون إلى أهليهم فيجدونهم قد ازدادوا جمالا، فيقولون لهم: لقد ازددتم جمالا. فيقول الرجال: والله وأنتم قد ازددتم جمالا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها.